خلال السنتين ونص اللي فاتوا انا اشتغلت مع اكتر من 2000 بني ادم في الاكاديميه، وفي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها خليني اقول لك على اهم 5 مشاكل انا شفتهم في الناس اللي هم عايزين ان هم يبداوا مشروع اونلاين او عايزين ان هم يبداوا يعملوا حاجه جديده في حياتهم. وما تعتبرش ان ده فيديو الى حد ما تحفيزي، انا مش بني ادم بدي موتيفيشنال سبيكينج، يعني انا بس بحاول اقول الوقائع اللي انا شفتها قدامي من ناس الحمد لله عملت فلوس بعد ما كانت عندها المشاكل دي. وعشان لو انت اول مره تشوفني، انا اسمي خالد رضوان، انا بقالي اكتر من 15 سنه بشتغل في شركات مالتي ناشونال. قعدت 4 سنين مسؤول عن التجاره الرقميه في شمال افريقيا في واحده من اكبر 10 شركات في العالم، وعندي اكاديميه متوثقه من انجلترا وبعلم الناس ازاي تعمل فلوس اونلاين. وعندنا طبعا شركات بتساعد الطلاب اللي عندنا ان هم فعلا يحققوا اهدافهم وان هم يعملوا فلوس اونلاين. واول مشكله او اكبر مشكله بتقابل الناس الانفورميشن اوفرلود. بمعنى ايه؟ زمان الى حد ما كانش الناس عارفه المفروض انها تعمل ايه، فكانت تقعد عشان تشتغل في شغلانه او تعمل حاجه لنفسها كانت بتتعب جدا 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 عشان تلاقي فكره او تلاقي حد شغال في حاجه فتشتغل معاه. ما كانش فيه اصلا معلومات، ما كانش فيه نت، الكلام ده كله ما كانش موجود. كان من الصعب الى حد كبير قوي انك تلاقي حاجه بسبب ان ما فيش معلومه. فانت لو عايز تعرف حاجه معينه بيبقى يعني عشان تجيبها يعني حلني. ولكن دلوقتي الموضوع اختلف بالسوشيال ميديا وباليوتيوب وبكميه البني ادمين اللي بتتكلم على نفس الحاجه الى حد ما. بقى الموضوع مشكلته ان انت بقى عندك ناس كتير بتتكلم على نفس الحاجه باساليب مختلفه، فما بقتش عارف تختار ايه. وخليني اقول لك للاسف الشديد حل حاجه زي كده هو انك تجرب. يعني ايه؟ يعني بسبب ان في حاجات كتير جدا موجوده لازم ان انت تعلم نفسك تفضل قاعد قدام اليوتيوب او قدام الحاجه اللي بتعلمك اكتر وقت ممكن عشان فعلا تعرف في الاخر انت هتخش في ايه. وتاكد مليون في الميه ان انت الوقت بالنسبه لك هو العامل الاساسي، بالذات لو انت مثلا في العشرينات، لان كل ما بتكبر كل ما انت تكون متاكد ان مش هيكون عندك الوقت انك تعمل كده. وانت بتختار طريق من طريقين، يا اما بتقضي العشرينات دي كلها بتعمل تتفسح وتهزر وتضحك وتنزل ومش عارف ايه والكلام ده كله وبتسيب الخبره اللي انت ممكن تبنيها، يا اما بتمحي الكلام ده كله على جنب وبتركز بس في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها عشان قدام ربنا يكرمك في حاجه ان شاء الله. ولا هقول لك بقى ان ده صح ولا هقول لك ان ده غلط، في الاخر ده اختيارك وانت محتاج تبقى محدد انت عايز ايه. فيعني حل الموضوع الاولاني لازم تفضل تتفرج بقدر الامكان على اكبر عدد ممكن من الفيديوهات باساليب مختلفه لحد ما تلاقي حاجه اللي هي تلمع في دماغك وتبدا تكمل فيها لاخر الطريق. المشكله رقم 2 اللي انا بقابلها الصراحه مع معظم الناس اللي انا اتكلمت معاها، وهي بتفكر اكتر من اللازم. تاكد مليون في الميه ان انت لو انت جيت قريت مثلا حوالي 20 كتاب، لكن انت كل كتاب ما عملتش حاجه باللي انت بتقراه او اللي انت بتتعلمه او حاولت تطبق جزء منه، فانت ما استفدتش حاجه من الكتب دي اصلا. في فرق كبير جدا ما بين حد مثلا بيقول لك لو حد مثلا اخد شهاده يا اما سيرتيفايد يا اما سيرتيفيكت. سيرتيفيكت ده كأنه واحد اخد شهاده بس، سيرتيفايد يعني اخد الشهاده واشتغل فعلا بيها. فانت لازم تبقى عارف ان مش معنى ان انت عمال تتفرج بس على فيديوهات وانك بس بتقرا ان ده هيخليك في حته تانية خالص. اكتر حاجه فعلا بتعلمك هي ان انت تجرب بايدك، ان شاء الله حتى لو جزء صغير في اليوم تجرب بيه حاجه. يعني بمعنى ان انت مهما انت قريت عن التمرين عمرك ما هيطلع لك عضله، وفي الاخر هيطلع لك بس عضلات يوم ما تنزل وتاخد نفسك كده وتلبس هدومك وتنزل وتروح الجيم. ثالث مشكله اللي بقابلها في الناس اللي هي التأجيل. بمعنى ايه؟ ان هو في الاخر بالنسبه له ان هو كل حاجه من اول الاسبوع الجاي. وعشان تبقى فاهم التأجيل الى حد ما بيكلفك اكتر يوم بعد يوم. يعني ايه؟ خليني اشرح لك حاجه. النهارده هل الناس اللي بدات في السوشيال ميديا اللي هي مثلا بدات في حوالي 2011 ولا 2012 طلعت تتكلم على السوشيال ميديا بشكل او باخر، يعني هل هم بالنسبه لنا احنا كناس مثلا هتتفرج عليهم في حته مختلفه عن واحد بدا امبارح؟ هقول لك يا باشا ايوه، حتى لو هو عمل اللي طلع امبارح ده عمل فيديو جاب 10 مليون فيو، بس اللي بقاله فتره ده مكمل ده بنى كوميونتي خلاص. هل معنى كده ان انت ما تبداش دلوقتي؟ لا طبعا، ما تفهمش من الكلام ده كده، بالعكس. بس لو هتبدا حاجه ابداها النهارده، لانك كل ما انت بس بتاجل كل ما انت بتسيب فرصه للناس كلها اللي حواليك انها تعديك. حاجه رقم 4 ان الناس بتبقى بتدور على اجمد فكره في الدنيا ممكن تتعمل. مشكلتك على فكره مش في الفكره الجامده، مشكلتك في التنفيذ البسيط. يعني ايه؟ يعني انت محتاج تنفذ، تعمل الحاجه، تفتح اللابتوب تتفرج على الفيديو، تبدا تتك انك مثلا تعمل ستور اونلاين تخبط فيه وترزع فيه وتخسر فلوس كمان. لانك عشان تتعلم يعني هات لي بني ادم واحد انت بتشوف ان هو بيطلع بيتكلم وبتاع ومش عارف ايه وبيقول لك عمل ايه ومش عمل كام وبتاع، ايا كان سواء بقى هو بيحور ولا ما بيحورش ولا اي حاجه من الكلام ده، مش في الجو ده قوي يعني. بس اللي عايز اقوله لك مفيش حد ناجح ما سقطش وما فشلش وما وقعش
سمعش وما حصلوش فيه كل الكلام ده، فما تستناش اجمد وافشخ فكره ممكن تشوفها في الدنيا. انت محتاج انك تنفذ بطريقه بسيطه في الاول لحد ما تلاقي نفسك انك كل يوم بتعمل حاجه. واخر حاجه ومن الحاجات اللي انا بشوفها كتير جدا صراحه، وهو والله العظيم انت مش محتاج تبقى جاهز عشان تبدا. تعالى خد انا كمثال، انا واحد بدات على السوشيال ميديا في 20 نص 2022 او نص 2023 مش فاكر، ولو جيت شفت فيديوهاتي اللي في البدايه هتضحك عليا، وانا شخصيا بضحك على نفسي، ولكن اعتبرها حاجه زي كده. يعني اكيد انت واحد متعور وحاطط مثلا بلاستر، انت الجرح ده عشان يلم بتحط البلاستر، لما بتشيل البلاستر ده اكنك انت بتطلع في اول فيديو وبتوري الناس الجرح او بتوري الناس الفشل اللي انت فيه. ومجرد ما انت بتوري الناس حاجه زي كده بتبدا واحده واحده تتاقلم ويجي لك الشجاعه انك تطلع بفيديو ورا التاني ورا التالت ورا الرابع وانت مش جاهز، لان معظم الافكار اللي فعلا حلوه بتبان وانت شغال. فالجرح اللي عندك ده بيقعد يلم 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 لحد ما يبقى الشكل بتاعه هو ده شكلك انت، والناس او المجتمع اللي حواليك ده حبك انت بالطريقه دي. فما تستناش تبقى جاهز في حاجه عشان تبدا تعمل حاجه. فلو انت واحد عايز تبني مشروع، ابدا على طول دلوقتي وابدا اشتغل، شوف فيديوهات، خد كورس، اعمل اي حاجه. يعني مش لازم حتى الكورس بتاعي، بس على الاقل ابدا اتحرك في حاجه تساعدك لو انت فعلا عايز حاجه معينه تعملها في حياتك. دول اكبر 5 حاجات لحد ما ممكن اكون بشوفهم في الطلاب بتاعتي، بغض النظر بقى عن البيزنس في التكنيكاليتيز بتاعته او في التكنيكس بتاعت البيزنس وازاي بتعمل مش عارف ايه وازاي تجيب ايه وانا مش عارف ايه بتاع ده مشاكل تانية خالص جوه البيزنس، بس انا بتكلم في الناحيه النفسيه الى حد ما. فاخر الكلام، عايز تبدا حاجه ابدا، ما تستناش، مش لازم تبقى جاهز، ما تخافش، وفي الاخر ما حدش ياخد منها حاجه. يعني اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. لمكان معين، واعتقد ان انت واحد عايز تنجح في حياتك او واحده عايز تنجح في حياتك وتعمل حاجه اكتر من اللي بيتعمل دلوقتي.